بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. السلام عليكم ورحمة الله. احنا النهاردة بقى هنعمل مع بعض كده رز بلبن. بسم الله الرحمن الرحيم. انا برضو حطيت حوالي نص كوباية رز وحطيت عليها كمية المية دي. ليه بقى؟ علشان خاطر الرز لما يكون كتير شوية بيبقى عامل زي ما يكون رز مطبوخ تخين. لا، فاحنا لما بنقلل الرز بندي فرصة للبن، بندي فرصة للحاجات الحلوة بتاعته دي، بتبقى معانا كويسة. يعني رز بلبن خفيف كده. لكن مكتر الرز تبص تلاقي الرز شرب اللبن حاجة تخينة كده مش حلو. بس فانا دلوقتي حطيت حوالي اللي هو نص كوباية الرز اهو على كمية، يعني نص حلة المية اهي. هحط دلوقتي فانيليا. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. فضيت عليه باكت واحد فانيليا، واحط كمان السكر معاه، كوبايه سكر، عشان لا يبقى معسل قوي ولا يبقى خفيف قوي، وسط. بس مع بعض كده هنقلبه وهو على النار. علشان خاطر يدوب معانا. وانا دلوقتي بغلي اللبن بتاعه اهو. الدنيا ساعة في الشتاء بقى الحاجات دي بتدفي، ودايما يعني مش انا بس، الناس كلها بتقول ان في الشتاء كل شوية الواحد بياكل، كل شوية الواحد بياكل. فالحاجات ديت برضه مغذية وحلوة، والناس بتطلع من الشتاء تخينة. مفيش دايت، ما ينفعش الدايت في الشتاء خالص. يا حمص شام، يا بليلة، يا رز بلبن، يا فشار. دي الحاجات دي ملهاش دعوة بالاكل. يا اما حلويات. تبص تلاقي الواحد كل شوية بياكل، كل شوية. ماشي. فانا بقى هغطي عليه لغايه كده ما احس ان هو غلي. حبايبي احنا دلوقتي كده هو دخل على السوا اهو. خلاص نرمي الريم ده. ويعتبر كده هو شبه استوى يعني. ده اتهرى. حط بقى عليه اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. ماشي. نزود بقى السكر بتاعه. نشوف كده. لا حلو لغايه ده سكره كويس. خلاص بحط بقى معاه انا في تكه حلوه كده. بحط معاه كريم شانتيه، اللي هو كريم شانتيه دريم ده بحطه معاه بيديله طعم حلو وغذاء اقوى. بسم الله الرحمن الرحيم. ده بيخلي الغذاء بتاعه اقوى، وفي نفس الوقت كمان بيدي طعم حلو كده مع الرز. نرجع بقى للنشا بتاعنا. برضو انا عملت في اللبانه نفسها النشا. خلاص بقى عن حوالي معلقتين 2 نشا بس. لا عايزاه يبقى تخين قوي ولا هو خفيف، يبقى وسط حلو كده اهو، ما يبقاش ناشف. اما حتى لما الناس تكتر النشا بتاعه قوي بيبقى ناشف. لا ده حلو كده اهو مع نفسه اهو. يبتدي واحده واحده اهو. بس كده حطينا الفانيليا اهو. نص كوبايه رز على نص حله ميه، عملت لنا الحله الجميله. على نص كيلو لبن، حتى كمان مش كيلو. يعني ليه؟ لان انا عامله حساب ان انا احط كريم شانتيه. برضو تقدروا انتوا لو عندكم زبده بلدي حطوا معلقه. انا عندي هنا برضو في بيقولوا لي لا، يعني انا خايفه اعمل زي مثلا الوصفه الصح ابص الاقي مش هيتاكل عندي. فانتوا تقدروا تحطي مكعب زبده
حته زبده كده صغيره مثلا فيها معلقه سمنه بلدي بيديله طعم اجمل واحلى برضه. تقدري تحطي المكسرات جوه زي مثلا جوز الهند تقدري، لكن انا عندي بيحبوه على الوش. ايوه دي انا عايزه اصطادها، دي من الرز دي ولا من ايه؟ قمحايه، دي قمحه، قمح، واحده قمح مع الرز. شفتهاش وانا بغسله. خلاص هصبه بقى وارجع لكم تاني. شفتوا يا حبايبي اهو، من حوالي نص كوبايه رز ونص كيلو لبن ونص حله ميه وحوالي كوبايه ونص سكر. عملنا قدامكم اهو حبه الرز اللي بلبن اللي زي العسل دول يدفونا كده اهوت في الشتاء الساقع دوت. واهو انا عملت 4 بس بالمكسرات وسبت 5 من غير مكسرات. ماشي اهو، حتى كمان انا حاطه برطمان المكسرات جنبهم اهو، عشان برضو لو حد ايه حب يزود ولا حاجه هيلاقيه. ماشي يا حبايبي، يلا متنسوناش بقى في اللايك اهو كله بقى. متنسوناش بقى في اللايك يا حبايبي وفي الشير وفي الاشتراك. ماشي، شكرا يا حبايبي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.